السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. الكشري المصري اللي على رسوله اللي جنبه شوية خيار وليمون وزي العسل. نص كيلو من الرز، 10 جنيه شعرية و10 جنيه حمص، 5 جنيه عدس بجبة. تمام. الكمون اللي عندك طبعا كلهم بعشرات وبخمسات واللي انت عايزاه بيديك اللي انت عايزاه. نص كيلو مكرونه من دي ونص كيلو مكرونه من دي اللي هي هي الخواتم والاسباجيتي. هندخل في الطريقه على طول. الميه طبعا ميه المكرونه هنحط الميه تغلي وبعد كده نحطوها على النار نسيبوها تتعمل. اول ما تغلي هنحط عليها ايه؟ نحط عليها شويه ملح، هنحط عليها شويه ايه؟ زيت. هنسيبهم مع بعض. اول ما يغلوا نحط المكرونه، نسيبهم غلوتين، نغطي المكرونه وبعد كده نصفوها. بتبقى طابت غلوتين بس. وبعد كده بس يا انس، وبعد كده البصل هتقطعيها حلقات، هنحط عليها ملح، هنحط عليها نشا ونقلبهم مع بعض او دقيق ونقلوهم. والقلي الزيت بتاع القلي هو اللي هيتعمل عليها الكشري الاول. يعني تقلي الاول الايه اللي هم ذكرني البصل. وبعد كده هنخش على الطريقه التانية بتاعت الرز انا بعمله بالعدس بجبه، ما بحبش العدس بجبه لوحده. عدس بجبه بيتعمل ازاي؟ الرز والشعريه. هتنزل بالشعريه الاول بشويه الزيت اللي هم بتاعه البصل، هنحمروها. ننزل بالعدس بجبه وننزل بالكمون في الوقت ده هيطلع ريحته. بعد كده الرز هنقلبوه ونحط ميه وبتاع دقه الخل. قبل ما الرز يستوي بشويه كده انزل بشويه دقه، هينقل الرز في حته تانية. بعد كده ايه؟ الطماطم، حته بصلاء، حته توميه هنطشوها بالخل وننزل بالطماطم. وبعد كده البهارات كمون، فلفل اسود، لا كمون وكزبره. انا بحط شويه فلفل اسود وملقتين وهنحط البهارات اللي احنا عايزينها. وبعد كده الدقه شويه توم وكوبايه خل وكوبايه ميه وتحط عليها الكمون بتاعها. واحلى دقه في الدنيا. يا رب الطريقه تكون تعجبكم. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.